ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صباحكم معطر بذكر الله. بنتكلم يا جماعة عن حب الشهوات. الجماعة الملاعين بيخلوا الناس ويدوها حكايات كتير قوي انهم يحبوا المال ويحبوا الذهب والدولارات، والفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي حاجات تخش جواك، تبقى انت عايز تتمكن وتبقى زي اللي معاه فلوس كتير قوي وعربيات وفلل وتطير وتروح وتيجي. حب الشهوات لما بيتمكن من الانسان بيحصل له غرور، ولما بيحصل له غرور بيبقى سهل السيطرة عليه. خلاص هو حب المال بقى كده هيتسيطر عليك. ده فكرهم، وهو فكر حقيقي. يعني لما تيجي تذاكره هتلاقي فكر حقيقي. عملوا كده مع مين؟ عملوا كده مع الدكتور الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي، بس ده عشان فرد. انما لما بتبقى مجموعة بتبقى صعب السيطرة عليها كلها، لان المجموعة اكيد لو فيهم وحشين هتلاقي فيهم حلوين، فالمجموعة هتبص تلاقيها ما تنفعش يعني يسيطر عليها بالحكاية دي. الدكتور ضياء العوضي طبعا اتعرض عليه مال وحكايات كتير قوي عشان يسكت، ولكن الراجل عشان مؤمن بالله ورسالة بيقدمها للناس بعته ربنا لينا، فبالتالي ما قدروش يغروه. فهنا لا اخش على الحكاية التانية، موتوه، وفعلا نجحوا في انهم يموتوه. الله يرحمه ويحسن اليه. الفريق بتاعنا لما ما قدروش يسيطروا عليه بالمال، مصر والارجنتين، على طول قال لك لا ده في حكايه تانية، في الاسحار كمان يقدموا القرابين للشياطين عشان يكسبوا ويخلوا المصريين ينكسروا. ده اللي حصل في ماتش الارجنتين لما احنا قعدنا للدقيقه 80 واحنا غالبين 3 جايبين 3 اجوان، جون ما انحسبش وفي جونين احنا غالبين بيهم. في 15 دقيقة حصل تلجيم جوه الملعب، حصل الملعب كله اتغير، جابوا 3 اجوان في ذهول كده. هل ده حاجات سليمة يعني؟ هل الأرجنتين دي كانت لعيبة قوي يعني بتطير في الجو وحاجات زي كده؟ أبدا. ده حصل عشان كانوا قاعدين طول الماتش يقدموا قرابين للشياطين في المعابد بتاعتهم، معابد الماسونية العالمية. خدوا بالكم بقى بني آدمين من الناس دي، واوعى تجري ورا المال، لأن أنت بتجري ورا المال بتجري